السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب ان الجميع يكون بخير. كل عام وحضراتكم بخير، رمضان كريم. قلنا بقى قبل رمضان ما يهل علينا نلحق نعمل اكلة حلوة قوي. انا عن نفسي مش بفكر اعملها خالص في رمضان. يعني الاكلة دي من ضمن الاكلات اللي انا ما بعملهاش في رمضان. متعرفيش ليه بقى؟ ممكن تكون حامية شوية، او يعني برضو كل دار ولها مدار. فانتي ممكن تحبي الاكلة دي، بس انا عن نفسي بفضل اللي انا اكلها قبل رمضان كده، عشان لما بيجي رمضان ما بحبش اكلها خالص في رمضان او مفكرش فيها اساسا. يعني من ضمن الاكلات دي اللي هي الكشري المصري، وطبعا الرنجة طبعا بناكلها في شعبين، والفسيخ والحاجات اللي بيحبوا الفسيخ. الاكلات دي تبقى طبعا اكلات شعبانية. اول حاجة بعتذر عن صوتي، عشان انا طبعا اللي متابعني عارف ان انا تعبانة. فالحمد لله، اللهم لك الحمد. آه ربنا يزيد نعمه وفضله علينا، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا بقى، انا كنت عامله معاكم فيديو عن عجينه الفلافل والفول. تمام. فانا طلعت لك كيس اهو من الفريزر فلافل. حبيت اثبت لك ان قد ايه الفلافل مش بتسود، مش بيجرى لها اي حاجه خالص. بالعكس، بيبقى طعمها جميل جدا، زيها زي اول مره انا بقدمها او احسن كمان. انا هقولك طريقتي لما بطلعها من الفريزر بعمل فيها ايه. اول حاجه بخلي الكيس يفك. طبعا احنا لما فضينا بسم الله الرحمن الرحيم، لما احنا عملنا الاكياس بتاعه الفلافل، حاجات الفلافل لما عبيناها، خلينا الكيس بتاعها آه خفيف، مش مليان ودسم كده، يعني انه يبقى كتله كده في الفريزر، لا. اهم حاجه تبططيه وانتي بتخزنيها، بحيث لما تطلعيها بتقعدش معاكي مده طويله ويتفك معاكي على طول. طيب عملت ايه بقى؟ طلعته فكيته وضربت الفلافل كويس بالمضرب السلك او بشوكة، يعني يا بالمضرب السلك يا بالشوكة. تضربيهم كويس جدا جدا جدا، وانزل بقى عليهم بالبهارات. انا طبعا لما فرستها معاكم هبقى اسيب لكم ان شاء الله الفيديو في صندوق الوصف. آه انا لما فرستها معاكم ما حطيتش على اي بهارات تماما نهائي. فهنحط بقى بهارات عبارة عن ايه؟ ملح، ظبط الملح بتاعك، حطي كمون، كزبرة ناشفة، او دقة الانقاذ اللي احنا عملناها مع بعض في الفيديو اللي فات. ديت بتبقى جميلة جدا، بتخلي الفلفل طعمها حلو وما بتحتاجش اي حاجة تانية، لان هي بيبقى عليها ملح وكمون وفلفل اسود وكزبرة. بصوا بقى، انا بقى كمان زودت على بقى بيضاية واحدة، بيضة واحدة بحجم صغير، بلاش بيضة تكون كبيرة. بيضاية واحدة وبالمضرب السلك كده واضربها. انا لما بقليها في الطاسة بقليها بالمعلقة، يعني هي صغيرة كده عشان انا قليها بالمعلقة. ايه بجيب المعلقة، ببلها مية، واخد حتة من العجينة وانزلها في زيت غزير، زيت سخن، يكون سخن. المهم بقى عملنا سندوتشات وفطرنا. ودي جبنة قديمة، كان عندي جبنة قديمة، حطيت بقى جبنة قديمة على الفلافل وعملنا سندوتشات. وبألف هنا، بألف هنا، كان طعمها روعة 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 بجد، والله العظيم حكاية. الجبنة القديمة مع الفلافل دي طعم تاني. ألف هنا. فطرنا وعملنا شاي بلبن، والحمد لله. يلا بقى ندخل ايه على الكشري بتاعنا. الطريقة دي سهلة جدا جدا بعتذر جدا تاني عن صوتي، ربنا يشفيني ويشفي كل مرضى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا بقى، البصل انا بجيبه اقطعه جوليان كده، او تقطعيه قطع اللي هي إيه يعني اللي هي حلقات، او ممكن تقطعيه زي تقطيع انت عايزاها، يعني مش شرط تقطيع معين. بس انا عن نفسي بحب له الجوليان. بقطعه وبحط عليه ايه؟ معلقتين دقيق. ما عندكيش دقيق اعمل ايه؟ معلقتين نشا، نشا او دقيق اللي عندك حطيه. عايزه تحطي معلقه من ده ومعلقه من ده مش هقولك لا. وتقلبيه كويس جدا 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 في الدقيق والنشا، وتنزلي بيهم في زيت سخن غزير. حبة زيت حلوين بقى، الزيت ده بقى ايه؟ هيبقى ياما يا بسمة. ايوه انا عارفه ان هو هيبقى ياما. هنعمل بيه ايه؟ هنصفيه وهنحتاجه بقية الاكل، احنا مش هنرمي حاجه. الحته اللي عدت الضلمه دي يا جماعه، وانا بصور النور قطع فجاه، ما كانش في ميعاده خالص، وقطع فجاه، فعقبال ما قلت الكشاف كان النور رجع تاني في ساعتها. انا عملت ايه بقى؟ باخد بقى لون البصل اللي انا عايزاه،
لغاية لما يحمر للدرجة اللي أنا عايزاه. والله العظيم يعني كان لونه جميل، مش عارفة هو طلع غامق ليه أنا، بس هو كان لونه فعلًا جميل أوي. آآ وباخده باحطه بقى إيه، ما تحطوش على مناديل، لأ طلّعيه في صفاية أو مصفى. الزيت بقى الباقي دوّة هاخد جزء منه أشيله على جنب، والباقي هاستخدمه. هنعمل إيه بُصّي، ده الجزء اللي أنا خلّيته على جنب منه. باعتذر. هنعمل إيه بقى، أول حاجة هانزل بالشعرية أحمّرها. طبعًا أنتِ لو تعملي كوبايتين رز حطّي قدامها نُص كوباية شعرية، تمام. هانزل بقى بالشعرية أدّيها التحميرة لغاية لمّا توصل للون اللي أنا عايزاه. أول ما توصل معايا اللون اللي أنا عايزاه، أنا بابقى قبليها ناقعة العدس البني أو العدس اللي بجبة، أيًا كان بقى اسمه عندكم إيه، اسمه عدس بني أو عدس بجبة. باكون ناقعاه قبل ما أشتغل في الوصفة. بانقعه بمَيّة عادية خالص من الصبح كده مثلًا، واسيبه منقوع لغاية لمّا آجي أشتغل، واروح جاية عاطشة له غسلة كويسة جدًا، واروح جاية مصفياه. ماشي، أدّي له بقى تقليبة كويس مع الشعرية لغاية لمّا يعمل تش 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 كده في الحلة. أول ما يطشطش كده ويتشوح تشويحة كويسة، أروح جاية غاسلة الرز، كوبايتين الرز بتوعي غاسلاهم ومصفياهم كويس جدًا، واروح جاية إيه نازلة عليهم برضه بالعدس والشعرية، وأفضل أقلّب فيهم مش أقل من 5 ل10 دقايق. أنا عايزة أتأكد إن الرز نشف تمامًا من مَيّته ومبقاش فيه أي سوائل خالص في الحلة. أنا عايزة التشويحة تبقى كويسة عشان الرز يبقى معاكِ مفرفر لأبعد حد. دوّة حمص، ده اختياري، لو أنتِ ممكن تنقعيه قبلها بيوم، تمام، بس أنا بافضّل إن أنا باغليه. يعني أنا دلوقتي لو نقعته حتى أقوم الصبح أغليه في مَيّة كتير بملح وكمون وطماطماية صغيرة وبصلاية صغيرة وفص توم، بس كده. بُصّي دخل معايا في مرحلة السِوَى. آآ طَب أنتِ ليه بس ما بتعملي كده؟ الحمص من الحاجات اللي قيمتها الغذائية عالية جدًا، لمّا باحطها بقى على الرز كده ما بارجعش يعني. هو عامل شبه الكشري الحلة الواحدة، بس هو مش حلة واحدة، بتكنيك كويس يعني، ماشي. آآ قلّبت بقى الحمص مع الرز مع العدس مع الشعرية كلّه ده في حلة واحدة، وهاضبّط بقى بهاراتي. هاحط إيه، بُصّي عندي إحنا عاملين مع بعض ال11 بهار المرّة اللي فاتت، الفيديو اللي فات، هابقى أسيب لكم إن شاء الله الفيديو في صندوق الوصف. آآ ال11 بهار باجيب منه معلقة يعني نُص معلقة صغيّرة، وأروح أزوّد الملح بتاعه أضبّطه، وأحط له عليه ربع معلقة كمون كمان، أو نُص معلقة صغيّرة كمون، تمام. واروح جاية مزوّدة بقى مَيّة سخنة، وأسيب الرز على نار عالية أول 5 دقايق لغاية لمّا يتشرّب خالص. أول ما أفتح ألاقيه اتشرّب، أروح جاية بقى حاطاه على نار هادية خالص، وأسيبه لغاية لمّا يتشرّب تمامًا ويستوي سِوَى كامل 100%. طيب هتعملي إيه تاني يا بسمة؟ خلاص هاخده بقى أحطه على نار هادية وأسيبه بقى يكمّل سِواه. اللي بعد كده إيه، الصلصة. طبعًا أنا كده معلقة على مَيّة المكرونة تغلي، أول ما تغلي هاصفّيها وأبتدي أشتغل فيها. هاقول لِك هاشتغل فيها إزاي. أول حاجة الصلصة، هاجيب بقى الحلة وأجيب شوية زيت من اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، زيت من اللي إحنا خدناه على جنب من في أول الفيديو، مش قلنا شوية زيت على جنب. هناخده بقى شوية زيت وهانزل في معلقة كبيرة كده توم، ماشي، أشوّحها تشويحة وأنزل ب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالطماطم. هانزل بعصير الطماطم اللي أنا ضارباه في الخلاط. آآ أنا ماشية معاكِ واحدة واحدة أهو. أول ما أنزل بعصير الطماطم هاخلّيه بقى يغلي وأحط عليه معلقتين كبار صلصة جاهزة، وأحط البهارات بتاعتها زي ما أنتِ حابة برضه. بس أنا حطيت ال11 بهار، وحطيت ملح، وحطيت معلقة كمون، بس ما حطيتش حاجة تانية. مش عارفة ليه مش تقريبًا منزّلاه. المقطع لمّا أنا بافضّي الطماطم تقريبًا ما صوّرتهوش، بحيث إن أنا كان داخل عليَّ النور كان هيقطع، فأنا كنت متلجلجة في الوقت دوّة إن أنا عايزة أخلّص أكبر وقت من التصوير في أسرع وقت، بحيث إن
قبل ما النور ما يقطع والاضاءة تبقى وحشة. فتقريبا مقطع اللهم صل على سيدنا محمد، مقطع الصلصة ما تصورش. بس انا قلتلك عليه يعني الثوم الطماطم بتاعتك اللي ضربنا في الخلاط، ومعلقتين كبار صلصة جاهزة، والبهارات بتاعتك، وتسيبهم يغلوا على النار لغاية لما يبقوا كويسين، قوامهم كويس. طيب هنعمل مع بعض بقى ايه الدقة جدا. بصي بقى انا بعمل ايه، يعني معلقة من الزيت برضو اللي احنا شايلين على جنب، واشوح فيها حوالي معلقة توم كبيرة. اشوحها كويس، اول ما تاخد اللون الذهبي الخفيف خالص، وراح جايه نازله عليها بالميه الحمص اللي احنا سلقناها. ميه الحمص اللي احنا سلقناها، اول ما ميه الحمص اللي احنا سلقناها ننزل عليها، نكملها. ممكن لو شاف الميه قليله ممكن نزودها كوبايه ميه كمان، وهننزل عليها بالبهارات بتاعتها. هي كده كده الحمص متبهر، فمش هنزل ببهارات كتير. لو احتاجت ملح ممكن نزود، ازود شويه ملح، يعني اظبط الملح بتاعها. وهنزل عليها كمان ايه، بمعلقة خل وعصرة ليمونة. وكده معاكي الدقة، أحلى دقة في حياتك. الدقة ممكن تزودي لها نص معلقة كمون، بحيث ان التوم بيعمل انتفاخات وكده. بعد الشطة بتاعتنا عبارة عن ايه، هنجيب معلقة زيت، وهننزل بقى بحوالي ايه، معلقتين كبار كده شطة. هنديهم تشويحة على النار أول ما نشم ريحة الشطة. فخلي بالك برضو من الريحة بتاعتها. اول ما نشم ريحتها هنزل عليهم ايه، بمية برضو الحمص لو لسه باقية. ممكن تاخدي مية الحمص دي نصها آه تعملي بيها الدقة، ونصها تعملي بيها الشطة، فاهم؟ او ممكن تعمليها كلها للدقة، وتحطي هنا ايه على الشطة حوالي كوباية مية، وعليها مغرفتين كده ايه، مغرفتين اللي هي ايه الصلصة اللي احنا عاملينها بتاعت الكشري. دلوقتي هحطها معاكي. فاحنا كده هنعمله الشطة ايه، يعني معلقتين شطة، هنشوحهم شوية في معلقة زيت. أو ما نشم ريحتهم ننزل بشوية المية، يعني كوباية مية، وهننزل بمعلقتين آه، آم، قصدي مغرفتين كده ايه اللي هي صلصة الكشري اللي احنا عاملينها مع بعض. وهنزل بمعلقة معجون طماطم جاهزة. خلاص كده هي خلصت معايا، هفضيها بقى واسيبها. وفضيت برضو الدقة في بولات، وشيلتها كده على جنب. طيب ايه الخطوة بقى اللي فاضلة بقى، فاضل حاجة واحدة بس اللي باقية، اللي هي ايه، المكرونة. طب المكرونة عملت فيها ايه، انا كل اللي انا عملته سلقتها عادي جدا. طبعا بتسلقي نصها مكرونة صغيرة، ونصها سباكيتي، تمام. آه، بسلقهم الاتنين مع بعض عادي جدا. واروح جايه بقى منزله بقى ايه بشويه زيت، بقيت الزيت بقى اللي باقي كله بتاع الخلطه بتاع البصل. انزل بقى بشويه الزيت، ودقت الانقاذ اللي احنا عاملينها مع بعض في الفيديو اللي فات، اديها رشه كده محترمه. وممكن ربع معلقه من ال11 بهار، تمام. حابه بقى تزودي بهارات تانية زودي، مش حابه لا. طب انا ما عنديش ال11 بهار، ممكن تحطي قرفه، جنزبيل، ممكن تحطي سنه كيري، حطي بابريكا، حطي اي توابل انت بتحبيها. ما عندكيش حاجه خالص، ملح وفلفل اسود، وممكن مكعب ملح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا بعتذر صوتي تعبان جدا، انا بعتذر والله العظيم، سامحوني. بصوا بقى، هديها بقى تقليبه كده، الزيت بالبهارات والحاجات دي كلها، وخلاص كده المكرونه بتاعتنا كده جاهزه معانا. طيب انا دلوقتي مثلا عملت الكشري، والكشري برد مني، طب انا بطفي النار خالص على المكرونه زي دي مع الرز، اوطي عليه النار واسيبه هيسخن كانك لسه عاملاه حالا، تمام. هنغرف بقى مع بعض كده الاولاد كده. بوريكم كده، بصوا الرز استوى والمكرونه خلصت، والاولاد كمان اللهم لك الحمد كانوا وصلوا من المدرسه. وكانوا جايين جعانين، شموا الريحة عارفوا ان انا عاملة كشري قد ايه انبسطوا. انا عاملة كمية كبيرة لان بعمله بيكفي يومين مش يوم واحد. بحب يخليه يكفي يومين عشان الاولاد بيحبوه، فبيكفي عندي يومين. آه
في منتهى البساطة، في منتهى النضافة، يعني هو في حلل بس مش كتير أوي زي دي. تسلق العدس لوحده، تسلق الشعرية لوحدها، الرز لوحده. لأ، عملنا كله مع بعضه في حلة اهو، في مواعين بتبقى أقل شوية. أتمنى يكون استفدت من الفيديو، أتمنى يكون الفيديو عجبك، وأتمنى إنك تدعيلي دعوة كويسة إن ربنا يشفيني ويشفي كل المرضى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. وفي الآخر دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.